هنتكلم النهارده عن الفعل المصدر اللي هو أصل الفعل، ولما نيجي نضيف له اي ان جي ايه التعديلات اللي بتحصل للفعل. عندنا فعل دانس، ينطق دانس امريكي وينطق دانس بريطاني. طيب الفعل ده اخره ايه؟ الاي ان جي لما بنيجي نضيفها لفعل اخره ايه، الاي ان جي بقى تقول لك ايه؟ الاي دي واقفه كده سد السكه وملهاش مكان، فتقوم شايلاها، يعني تطردها بره. اذا لما نيجي الفعل ده نضيف له اي ان جي هيبقى كده اهو دانسينج، تتشال الاي دانسينج كده. طيب لما نيجي فعل زي ميك اهو اخره ايه، لما نيجي نحط له الاي ان جي يبقى لازم الاي يعني نطردها بره، نقول لها اطلعي بره، تتشال، يبقى هي ميكينج كده خلاص. حلو. طيب ناخد بقى في افعال قصيره مسكينه يعني، زي ايه؟ نجيب فعل زي ست. الفعل ده فيه حرف متحرك شقي، شايف الحروف المتحركه حروف شقيه بس هي اللي بتساعد على نطق الكلمه. ايه هما الحروف المتحركه؟ الاي والاو يو اي اي، الخمسه دول بنسموهم فاولز، حروف متحركه. حروف متحركه بنلاقيها في الكلمه يعني مفيش كلمه في اللغه الانجليزيه الا بيبقى فيها حرف فاول. طيب هنا زي ما انا قلت لك الفعل ده فعل قصير، فعل مسكين، فيه حرف متحرك شقي. الحرف الاخير بقى اللي هو التي ده، تمام، اللي هو الحرف الساكن ده بيخاف جدا لما نيجي نضيف له اي ان جي، يعني بيخاف، ما ينفعش يتحط له اي ان جي على طول لان هو قبليه حرف فاول، تمام، وبعدين حرف كونسنت. هما 3 حروف اهم، ساكن متحرك ساكن. فيقول لك لا لا لا، احنا لازم حرف تي لازم تنادي على اختها التوأم. يعني ايه على تنادي على اختها التوأم؟ يعني لازم نجيب تي تانية نضيفها قبل ما نحط الاي ان جي، يبقى سيتنج. معايا ولا لسه؟ طيب لما نيجي فعل زي ايه؟ رن اهو، ده رن، يبقى الان هنا تمام، بص ورا لقى الاي ان جي داخله جايه، فخاف وجري وجاب ان تانية اللي هي التوأم بتاعه، ووقفوا بقى جنب بعض كده كتف واحد كده. حلو، عشان هنضيف الاي ان جي. حلو، عشان الاي ان جي تمام ما توقعش الان، فلازم نضعف الان مره. يبقى هنا الكلمه بتنتهي بحرف ساكن، والحرف الساكن ده قبليه فاول متحرك، وبعدين حرف ساكن تاني، نقوم مضاعفين الحرف ايه الساكن الاخير ده مره تانيه، يبقى رانينج كده. طيب تعالى نشوف القاعده الثالثه. انت في افعال، فعل زي لاي وفعل زي داي اخره ايه؟ اخره اي اي، هنا اهو، يبقى بتاعها ال اي اي دي اي اي. الحرف الواي، حرف الواي ده حرف جنتل قوي وما بيحبش الزحمه، بس في افعال تانية بيبقى فيها الاي اي زي ما انا قلت لك، والاي اي دي حروف نكديه. يعني ايه حروف نكديه؟ بياخدوا مساحه كبيره على الفاضي، فاحنا لما نيجي نضيف الاي ان جي لازم نحولها لواي، يعني عشان الشكل يبقى شيك كده. يعني ادي لاي دي لما نيجي نضيف لها الاي ان جي ما ينفعش الاي اي شكلها رخم تاخد مساحه، نقوم محولينها لواي، هيبقى كده ال واي، وبعدين نضيف الاي ان جي يبقى لاين كده. نفس الفكره داي، لما نيجي نضيف الاي ان جي هتبقى ايه؟ دي واخده مساحه وشكلها مش شيك، احنا عايزينها شيك بقى، يبقى دي داي نحول الاي اي لواي وبعدين نحط الاي ان جي يبقى داين كده. اذا الفعل داي والفعل لاي دول تمام، لو احنا جينا اتكلمنا عليهم ونيجي للطالبه او الطالب نقول له ايه؟ حط لي الاي ان جي للفعل لاي او حط لي الاي ان جي للفعل داي، لازم انت تقول له خلي بالك كويس جدا ان الاي والاي
قاعدين جنب بعض ومنكدين على الفعل. الاي ان جي جت قالت لهم ايه الزحمه دي؟ انتوا الاتنين تتحولوا لواي. تمام؟ والواي ده واحد رشيق ومحترم، فاحنا هنحول بقى الفعل اللي اخره اي اي، هنحول الاي اي دي لواي، وبعدين نحط الاي ان جي عشان الشكل يبقى جميل جدا، يبقى داين لاين كده. طيب عندنا في حروف ودي ناس مسالمه زي الدبليو وزي الاكس وزي الواي. الحروف دي بنقول عليها ناس مسالمه، يعني حتى لو قبلها حرف متحرك. يعني هنا في حرف متحرك حلو قبل الدبليو، الفعل بينتهي بدبليو او الفعل بينتهي باكس او الفعل بينتهي بواي، لو قبليه حرف متحرك مش بنحذفه، مش يعني مش بنشيل، بنعملش اي حاجه في الحرف ده. دي حروف مسالمه بنحط لها الاي ان جي على طول. يعني ايه يا علاء؟ يعني فعل زي فيكس، ما هو ده بينتهي بحرف ساكن، زي سيت اهو. طب هو قبليه حرف متحرك اهي زي الاي اهي، وهنا الاف اهي حرف ساكن زي الاس هنا حرف ساكن، يبقى اف اي اكس. بس الاكس ده الثلاث حروف دول اللي هم الدبليو والاكس والواي، لو الفعل انتهى بيهم وقبليهم حرف متحرك تسيبهم زي ما هو، ما تلعبش في حاجه، حط الاي ان جي على طول. يبقى هنا فيكس، فيكسين، حطينا الاي ان جي على طول، يبقى زائد على طول الاي ان جي. هنا ليه بقى؟ لان هنا الحرف ده بيقف بثقه، واثق من نفسه. تمام؟ مش هيجيب اخته تقف معاه زي ما الان هنا جابت اختها تقف معاها، الان خافت من الاي ان جي فجابت اختها تقف معاها. شوف رانينج، يبقى الان هنا خافت من الاي ان جي، قالت لها لا 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 انا هجيب اختي تقف معايا، فضعفنا لان الحرف هنا منتهي بحرف ساكن وقبله حرف متحرك. هنا قال لك لا، الدبليو واثق من نفسه والاكس واثق من نفسه والواي واثق من نفسه، لو جه قبليه حرف متحرك تمام لما نيجي نضيف الاي ان جي تتحط الاي ان جي، ما بيخافش. تمام؟ تمام. يبقى اذا نيجي فعل زي ايه؟ فعل زي بلاي اهو. بلاي دي ايه؟ اخرها واي، واحنا متفقين بقى، عندنا اتفاق ان الواي دي حرف واثق من نفسه، مع انه قبليه حرف متحرك ما بيخافش من الحرف المتحرك. تمام؟ يعني هي دي برنسيسه واقفه لوحدها، تقوم حاطط لها الاي ان جي، يبقى بلاينج. اذا الفعل لو انتهى بدبليو او انتهى باكس او انتهى بواي، لما تيجي ويكون قبلهم حرف متحرك بتضيف الاي ان جي على طول. انا بس بعرفك لو انت ولية امر وعايزه تشرحي لابنك، فلازم هو بيحب الطريقه دي في الشرح، العيال بيحبوا الطريقه دي في الشرح. اذا لما هنا خدنا الرولز كلها بقى. طب عرفت ان الفعل بينتهي باي، بشيل الاي واحط الاي ان جي. عرفت لما يكون الفعل بينتهي بحرف ساكن وقبليه حرف متحرك بضعف الحرف الساكن مره واحط الاي ان جي. عرفت لما بيكون عندي الفعل بينتهي بالاي اي تمام بحول الاي اي لواي واضيف الاي ان جي. عرفت لما يكون الفعل بينتهي بحرف الواي او الاكس او الدبليو تمام ويكون قبليه حرف فاول متحرك، بسيب الحرف زي ما هو، يعني اسيب الاكس لو قبلها حرف متحرك اسيبها زي ما هي، الواي لو قبلها حرف متحرك اسيبها زي ما هي، الدبليو لو قبلها حرف متحرك اسيبها زي ما هي واحط الاي ان جي.